هل كريم بنزيما هيغادر الاتحاد السعودي؟ خلينا اشرح لك المواقف اللي بيحصل دلوقتي في جدران الاتحاد السعودي. اقول لك ليه كريم بنزيما متضايق جدا. المدرب البرتغالي نادي الاتحاد نونو سانتو طلع وصرح ان بنزيما مش مناسب لطريقه لعب، ان هو في الاساس ما طلبش يتعاقد معاه. ده غير ان بنزيما نفسه لما طلب شرط القياده نونو سانتوس قال له لا، وادى شرط القياده الرومارين، على عكس اللي حصل في الثلاث انديه اللي تابعين لصندوق الاستثمار السعودي. الاهلي كابتنه رياض محرز، والنصر كابتنه كريستيانو رونالدو، والهلال غالبا كابتنه هيكون نيمار. ومن ناحيه ثانيه خالص بنزيما تواصل مع الشخص اللي جابه للدوري السعودي، قال له ان المدرب نونو سانتو بيتعامل بدون اي احترافيه. ده اللي مخلي كريم بنزيما في قمه الغضب. وهنا خلينا متاكدين ان كريم بنزيما عمره ما هيمشي الا لما يكمل عقده طبعا. ولكن على الناحيه الثانيه تصريحات نونو سانتوس خلته يقع مع مسؤولين كبار في الدوله. ايه يا عم انت بتعامل بنزيما كده ليه؟ انت مش عارف ان احنا بندفع له 200 مليون في السنه؟ اهدى ورثه كده بدل ما نمشيك من المملكه. جماهير الاتحاد خليكم مستعدين في اي لحظه انكم تلاقوا نونو سانتوس خارج جدران الاتحاد، المدرب اللي جاب لكم الدوري وعمل معاكم اداء استثنائي، بس لسانه وقعه في الغلط.